ومعنا من القاهرة نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام الدكتور عمرو هاشم ربيع. دكتور عمرو، كيف قرأت هذه الضربة الجوية المصرية على أهداف لتنظيم الدولة كما قيل في درنا؟ لا، هو مش تناقيل، هو طبعا هو لتنظيم الدولة بالفعل، وهو حق مشروع للدفاع الشرعي عن النفس. ضربة شايف انها ضربة محدودة جدا يجب ان يعقبها كثير من الضربات، ليس فقط في المحيط الليبي ولكن خارج ليبيا ايضا من مصادر السلاح التي تاتي من السودان عبر قطر، كما صدرت عن ذلك معلومات او ذكرت قبل ذلك معلومات مصرية قبل ذلك. هل تعني دكتور عمرو أن هذه الضربة ستكون مقدمة لتدخل مصري في أكثر من موقع خارج مصر ضد تنظيم الدولة؟ أنا أتصور ذلك إذا كان هناك إرادة حقيقية لدحر الإرهاب قبل أن يصل إلى الأراضي المصرية بشكل مكثف وواضح، فيجب أن يكون هناك ضربات استباقية ليس فقط للإرهابيين ولكن لمن يعاون هؤلاء الإرهابيين مهما كانت مصادرهم ومهما كانت الدول التي مهما بعدت تلك الدول. بمعنى من الممكن أن حتى في سوريا والعراق مثلا؟ لا، أتحدث تحديدا عن الطائرات القطرية التي تمدهم عبر السودان. نتكلم عن الضربات الجوية المصرية، يعني ستكون قد تصل إلى مصر وسوريا أم في الجوار، عفوا في سوريا والعراق، أم في الجوار المصري فقط؟ لا أتصور أنها تصل إلى سوريا أو العراق، لا أتحدث عن سوريا والعراق. نعم، طب هل يكون التحرك المصري هذا منفردا؟ أنها لم تشارك في التحالف الدولي. هناك دكتور عمرو، هناك من يرى أن هذا التدخل المصري قد يكون مقدمة وتمهيد لتدخل مشترك مع العديد من الدول في ليبيا، ربما مهدت له مطالب فرنسية وإيطالية. نعم، أنا أتصور أن هذا هو المكان، لكن الأمور الخاصة بسوريا وليبيا لا، الأمور الخاصة بسوريا والعراق أستبعد أن يكون هناك تدخلا مصريا. الشأن الليبي هو الأمر المرتبط بالأمن القومي المصري. لا أتصور كما قلت لك توفيق أن يكون الضرب موجه أو يعني هيكون محدود للغاية لو كان وجه إلى ليبيا فقط، ولكن مصادر تمويل هؤلاء التي تأتي من السودان كما قلت لك عبر قطر. نعم، عفوا دكتور عمرو، يعني لا يخفى على هناك من يرى ان اسمعني اكمل الجمله. لا يخفى على اي مشاهد عربي ان الشريط الذي بث لذبح المصريين صدر من الارهابيين وبثته قطر. هذه واحده. عفوا لا بث على شبكات الانترنت، بث على شبكات الانترنت ونقلته كل قنوات العالم. شكرا لك دكتور عمرو هاشم ربيع، الكاتب والباحث السياسي من القاهرة.